انا بجد 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 مهمه قوي يا بنات، بجد مهمه بطريقه اوفر بجد. انا بجد نفسي كل البنات اللي في الدنيا تشوف الفيديو ده. فيديو زي ده يغير حياتك. بتحبي نفسك وعارفه نفسك، مش هيفرق لك كلام اي حد. خليكي عارفه قيمه نفسك وعارفه ان انتي غاليه. لو فاكره ان الناس هتفضل تشجعك دايما فانتي غلطانه قوي. عايزاكي تبقي حنينه على نفسك. انت اللي هتبقي مسؤوله عن حياتك. لو طلع كلامهم ده غلط وانتي صدقتي، مش هفضل مستنيه اهلي يقولولي وصاحبتي تيجي تقول. دلوقتي احنا هنجهز مع بعض، اوكي؟ وهكلمكم في موضوع مهم جدا. هو مش موضوع واحد، هو كذا موضوع. باي يا جماعه، دي مش شنطه ميك اب، اوكي؟ دي كنت ماشيه مع ماما فلقيت في العربيه بتاعتها الشنطه دي. فانا الميك اب انتوا لو شفتوا الدولاب عندي هحط لكم صورته هنا. كارثه كارثه بجد. الميك اب مرمي في كل حته، مع ان انا عامله له بوكس اصلا. يعني بعد الصوره اللي هتظهر لكم دلوقتي انا عملت له بوكس وكل حاجه مظبوطه. البوكس ده كل شويه يتفك. الموضوع كان مستفز جدا لحد ما لقيت الشنطه دي. صراحه يعني انقذتني من، بصوا كمان هي اصلا ما كانش فيها الحاجات دي، بس انا لازم اضيف الحقيقه. فيديو النهارده كان هيبقى عباره عن، كنا هنتكلم عن التعلق الحقيقه، لكن حصل معايا حاجه كده فقلت لا، انا لازم اتكلم عن الموضوع ده النهارده. هو مش موضوع واحد، هو ايه المشكله؟ خلاص نتكلم. الله الجو بيخليني ريلاكس قوي. anyway، فتعالوا نتكلم كده فيه سوا. هو موضوع عشوائي جدا بس بجد 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 والله يقدر يغير حياتكم. في عربيه بتتسرق، مشكله ما تستنونيش شويه. عايزاكي تبقي واثقه في نفسك كفايه. الفرق بين الشخص اللي واثق في نفسه والشخص اللي مش واثق في نفسه حاجات كتير قوي، يعني ممكن نعدها للصبح. بس اكتر حاجه مهمه مثلا ان الشخص اللي بيبقى واثق في نفسه عارف هو مين، عارف ايه الحلو اللي فيه وعارف ايه الوحش اللي فيه. فلما حد يبقى عايز يحبطه او عايز يضايقه مش هيهتم، عشان هو عارف هو مين. فانا عايزاكي تبقي واثقه في نفسك كفايه، لان في كتير قوي هيجي يحبطوكي، كتير قوي، واقرب ناس ليكي باي ذا. ف مش عايزه عقلك يلعب عليكي. هو فعلا كلامهم صح، هو فعلا مش عارف ايه. انتي لو كلامهم صح انتي هتبقي صادقه مع نفسك وتقولي اه انا حاسه كلامهم صح. تاني حاجه بقى عايزه اكلمك عليها ودي مهمه جدا جدا جدا. عايزه التشجيع يبقى جاي منك انتي، ولا التشجيع. بصوا ايا كان مين اللي حواليكوا، مش عايزه التشجيع يجي من اي حد حواليكي. لو فاكره ان الناس هتفضل تشجعك دايما فانتي غلطانه قوي قوي، وبجد هتاخدي ضربه هتفوقك والله. فعشان كده بقولك انا عايزه التشجيع يكون جاي منك انتي اللي تقومي كل يوم تقولي يلا. انا اللي هقوم لنفسي كل يوم اقول يلا يا بسمله عندنا عايزين حاجات نعملها، عندنا اهداف عايزين نوصل لها. مش هفضل مستنيه اهلي يقولولي ولا صاحبتي تيجي تقولي. لا، انا اللي هدي التشجيع لنفسي، مش حد تاني يجي يشجعني. مش حد 100% هيكون معانا. كل الناس بتتغير يا جماعه ودي حاجه طبيعيه جدا. يعني هل انا كنت زي من سنه او اقل من سنه كمان شخص مختلف تماما تماما بتغير. وكلنا عارفين ان نادرا جدا لما علاقه بتكمل. حتى لو علاقه كملت فهي مش بتفضل زي ما كانت في الاول، دي حاجه طبيعيه. فعشان كده انا بقولك مش عايزه قيمتك تتقاس بعلاقه او بشخص او بشغل حتى او باي حاجه. فانا بقولها لك اهو عشان نبقى على بلاطه مع بعض. في كتير قوي هيجي يحبطوكي، كتير قوي، ناس اكبر منك وناس اصغر منك كتير. في مثال قلته لنفسي من كام يوم، ماشي؟ يعني مثلا ايلون ماسك، ممكن حد ملوش اي 60 لازمه يروح يقول له انت فاشل ولا غني ولا حاجه وكل اللي انت بتعمله ده هبل وكل الفلوس دي هتروح منك، انت اصلا كذا وكذا 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 وكذا. ايلون ماسك بقى على حسب بقى ايلون ماسك هيعمل ايه. هل هيصدق الكلام ده فعلا؟ برضو ايلون ماسك يقول لا انا عارف انا مين، واثق في نفسي، وعارف ان انا زي الفل، وعارف ان انا بشتغل وبعمل اللي عليا، وعارف ان انا مش بغضب ربنا ودي اكتر حاجه انا مطمن ليها. هو ايلون ماسك اصلا مش مسلم بس انا بعمل مثال كده وانا عارف انا ايه كويس. مش هستنى ان حد ملوش لازمه يجي يقيم ده، ملوش لازمه يجي يقول لي انت المفروض تعمل كذا ما تعملش كذا. فانا ايه كويس. فاي حد حواليا مهما قال لي طب انا مش عارفه انا مين. اعملي جورنال، شوفي ايه الحاجه اللي بتفرحك وايه الحاجه اللي بتزعلك،
شوفي ايه الحاجه اللي انت لو عملتيها في يومك هتفضلي طول يومك مخنوقه. وبنات، اكتر موضوع هيخليكي تفهمي نفسك ان انت اي حاجه تختاريها او اي حاجه تعمليها تسالي نفسك اشمعنى عملت ده، اشمعنى اخترت ده، ليه. موضوع انا اكتشفته في نفسي بقالي كام يوم، هو مش كام يوم، امبارح واول امبارح بس عادي، وانا لاحظت الموضوع ده فوقفته. انا من الناس اللي اول ما بتصحى ما بتمسكش التليفون خالص خالص. بحب الاول اقوم واصلي كده، اشرب كوبايه ميه اول ما اصحى، دي مهمه جدا عندي، كوبايه الميه اللي اول ما بصحى دي. كده اقعد شويه مع نفسي، وممكن اجورنال، او ممكن اعمل سكين كير. بعمل كل ده بشوف مثلا هفطر ايه وانا بسمع بودكاست مفيد، وبعدين ببدا بقى الشغل. بقالي امبارح اول امبارح بصحى بفتح التليفون. تخيلوا ال10 دقايق ولا ال5 دقايق اللي انا مسكتها اول اليوم دي ضيعت عليا كتير من اليوم، يعني اكتر من 3 ساعات مثلا. عشان انا شخص لو ببقى مخنوق بحب ان انا اقعد مع نفسي، ومش دايما، ساعات الخنقه بتبقى هرمونات. اللي بعديه هو ليه علاقه شويه بالموضوع اللي قبليه. انا مش عايزاكي تعلقي باي شخص، ماشي؟ مش عايزاكي تعلقي باي حاجه في الدنيا، اي حاجه مش عايزاكي تعلقي بيها خالص. انت لما تعلقي بحاجه وتبقي خايفه انها تسيبك فهي هتمشي وتسيبك. دي المفاجاه، ان الحاجه اللي انت هتبقي خايفه انها تسيبك هتمشي وتسيبك، والحاجه اللي انت هتقولي انا مستحيل اقدر اعيش من غيرها هتسيبك، وهتقدري تعيشي من غيرها عادي جدا. honest 100%. انا عايزه الكلام ده يدور في دماغك لمده 3 ثواني بالظبط. اسال واحد، هل كلامهم ده صح؟ وتكوني صريحة، بلاش جلد ذات، وبلاش انت اللي هتبقي مسؤولة عن حياتك لو طلع كلامهم ده غلط وانت صدقتيه. بس خليكي اسألي نفسك، هل كلامهم ده صح؟ سؤال واحد، لا، نشوف هنعمل ايه او نتأكد اكتر شوية، لا خلاص نرميه في الزبالة. مش حاسة انا عايزة احط مسكرة، بس انا حطيت هنا حتة فهحط هنا. بحب اصبر نفسي بان اي موقف وحش انا فيه دلوقتي ببقى عارفة ان انا هتعلم منه حاجة، ببقى عارفة ان ده درس، واطلع الحكمة من الموضوع، وبعدين خلاص اموف اون. صريحة معاكي، كتير هيجي يخوفوكي، كتير هيطلعوا فيكي عيوب، كتير هيبقوا عايزين يوقعوكي، كتير هيقولولك كلام اصلا مش فيكي. اللي بيقولوا الثقة بالنفس مهمة لاسباب كتير قوي قوي لو عديناها للصبح. مهما جه حد قالك ان انت فاكره ان انت هتوصلي بعد كل ده، وانت فاكره ربنا هيكرمك بعد كل ده، انت بتسعي بتعملي اللي عليكي، خلاص. طب انا مش بسعى، خلاص اسعي، سهله. السنه اللي فاتت واحنا ما عملناش، واحنا خلاص انت كده بتضيعي وقت اكتر. تالت حاجه ولا رابع حاجه مش فاكره، عايزاكي تبقي حنينه على نفسك، احضريها، فضفضي مع نفسك، شوفي ايه اللي مضايقك، اشتغلي عشان توصليها لحاجه تليق بيها فعلا، وخليكي حنينه عليها. ولا مش عايزاكي ولا فيهم تجلديها، ولو النجاح هيخليكي قاسيه على نفسك فمتنجحيش. والله بكلمك بجد، لو النجاح هيخليكي قاسيه على نفسك، في فرق برضو بين ان انت تكوني قاسيه على نفسك وان انت تكوني ما عندكيش شغف او طاقتك مش احسن حاجه، وبرضو تجبري نفسك ان انت تشتغلي عشان توصلي، عشان انت بتحبي نفسك. يعني بشوف ناس بتبقى حنينه وطيبه قوي مع كل اللي حواليها، ومش حد انا اعرفه يعني بيرسونال، معروفين بجد، يعني انتوا اصلا ممكن تكونوا عارفينهم بس انا مش هقول اساميهم. بشوفهم لما بيتعاملوا مع حد بيكونوا طيبين معاه جدا جدا وكويسين واسلوبهم حلو. الناس دي تيجي عليها اوكي لا ولا يهمك عادي، لكن تيجي مع نفسها على اي، يعني مفيش حاجه تحصل اصلا، تفضل تشوف في نفسها ده انا غبيه، ده انا فاشله، ده ويفضلوا يقولوا لنفسهم كلام سلبي، لكن بقى يتعاملوا مع اللي حواليهم. ليه بتعملوا كده في نفسكم؟ وطبعا الناس دي بتيجي عليها، ده المتوقع بصراحه. مع اللي حوالينا عاملينهم حلو، ونيجي مع نفسنا عاملها وحش. اشمعنى؟ هي اللي لو وقعتي هتشيلك، هي اللي هتحفزك. الناس اللي حواليك بتحبطك. بتحبي نفسك وعارفه نفسك، مش هيفرق لك كلام اي حد. حاسه انا بتكلم بعصبيه مش عارفه ايه، بس الموضوع ده انا بجد 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 مهم قوي يا بنات، بجد. انا بجد نفسي كل البنات اللي في الدنيا تشوفوا الفيديو ده. الموضوع اللي بعديه اللي عايزه اكلمكم فيه، اعرفي قيمه نفسك، اعرفي قيمه نفسك. وده مرتبط بالبوينت اللي قبليها اللي احنا كنا بنتكلم عنها، بتاعت حبي نفسك وخليكي حنينه على نفسك. البوينت دي بقى ايه؟ اعرفي قيمه نفسك، متقلليش من نفسك وتدخلي ريليشن غير شرعيه ما فيهاش اي حاجه بجد، مجرد تضييع وقت، ما فيش اي ميزه. ده قبل كده في الفيديو بتاع العلاقات السامه،
اتكلمنا فيه وقلنا ازاي الريليشن ممكن تدمر حياتك او لو بعدتي عنها تغير حياتك. خليكي عارفه قيمه نفسك وعارفه ان انتي غاليه، مش كده؟ اتغيري وتقبلي وتبقي فخوره بنفسك ان انتي اتغيرتي. وباي ذا واي ممكن تلاقي حد يجي يفكرك باخطاء الماضي. خلاص اي دونت كير بقى الناس بقى قالت ايه ما قالتش ايه، مش مهتمه. عصبوني، اتعصبت الصراحه معينه لان انتي اللي مكانش ليكي لازمه، مكانش ربنا خلقك. بس يا حبيب قلبي بموت فيكوا وبحبكوا قوي، برايم وكده وبس. I love you so much.